إحنا بقينا في زمن اللي بيعرف يستخدم الذكاء الاصطناعي صح بيسبق ب10 خطوات، واللي بيتجاهله بيقف مكانه. الذكاء الاصطناعي مش رفاهية ومش حاجة للمبرمجين وبس، ده بقى أداة في إيد أي شخص عايز يشتغل، سواء بتصنع محتوى أو بتدرس أو بتدور على شغل أو حتى عايز تنظم وقتك وحياتك. الذكاء الاصطناعي دلوقتي ممكن يكون المساعد بتاعك وشريكك، وأحيانا يعتبر أقوى أداة تغير بيها مستقبلك. في الفيديو ده مش هنتكلم كلام نظري ولا مصطلحات معقدة، أنا هشارك معاكم 10 استخدامات حقيقية وعملية للذكاء الاصطناعي، مع أسماء للأدوات والتطبيقات اللي تقدر تستخدمها، تقدر تبدأ بيها فورا حتى لو انت مبتدئ. لو مستعد تعرف ازاي تستغل التكنولوجيا بدل ما تخاف منها، خليك معايا للنهاية. أول مجال وهو الكتابة وصناعة المحتوى. لو انت بتكتب سكريبتات أو مقالات أو بوستات على السوشيال ميديا، أو لو عايز أفكار للفيديوهات بتاعتك، الذكاء الاصطناعي هيختصر عليك ساعات من الشغل. والأدوات اللي تقدر تستخدمها زي الشات جي بي تي أو جاسبر اي اي أو كوبي اي اي، ده بيستخدم في كتابة سكريبتات لليوتيوب وتحسين الأسلوب وتوليد أفكار جديدة وإعادة صياغة للمحتوى. تاني استخدام وهو التصميم والجرافيك. انت مش لازم تبقى مصمم محترف عشان تقدر تعمل صور او بوستات للانستجرام. انت تقدر تستخدم ادوات زي الكانفا اي اي او ميد جورني او برنامج ليوناردو اي اي. التطبيقات دي بتستخدم في تصميم صور جذابة او توليد صور من مجرد وصف، وتحسين جودة الصور القديمة كمان. تالت مجال وهو المونتاج والفيديو. المونتاج دلوقتي بقى أسهل وأسرع بكتير، تقدر تستخدم أدوات زي كاب كات اي اي أو ديسكريبت أو بيكتوري. تقدر تستخدم الأدوات دي في المونتاج للفيديوهات بتاعتك وانت مش عندك أي خبرة. رابع مجال وهو التعلم والدراسة. تقدر تستخدم الأدوات زي شات جي بي تي أو خان أكاديمي اي اي أو نوشن اي اي. التطبيقات دي بتستخدم في شرح الدروس وتلخيص الكتب وتنظيم المذاكرة وعمل جداول دراسية ذكية. المجال الخامس وهو تنظيم الوقت والإنتاجية. لأن انت مش مشكلتك قلة الوقت، انت مشكلتك الحقيقية هي إدارة الوقت. تقدر تستخدم الأدوات ال AI زي النوشن AI أو برنامج الموشن أو برنامج ريكليم AI. التطبيقات دي بتستخدم في تنظيم يومك وترتيب الأولويات وتقليل التشتت وكمان تحسين الإنتاجية. سادس مجال وهو العمل الحر فريلانسينج، سواء كان كتابة أو تصميم أو تسويق أو إدارة صفحات. تقدر تستخدم أدوات زي شات جي بي تي أو جرامارلي أو برنامج كانفا اي اي. التطبيقات دي بتقدر تستخدمها في تحسين العروض للعملاء بتوعك أو كتابة البروفايل الاحترافي أو تسريع تنفيذ المهام، وبالتالي هتزود دخلك. سابع مجال وهو التسويق الرقمي، لأن التسويق دلوقتي بقى معتمد على البيانات مش على الحظ. أدوات التسويق الرقمي الذكية زي برنامج هاب سبوت اي اي وال AD Creative AI وتطبيق هوتسوت AI. التطبيقات دي بتستخدم في كتابة الإعلانات أو تحليل الجمهور أو تحسين نتائج الحملات وكمان اقتراح أفكار للمحتوى بتاعك. تامن مجال وهو استخدام الذكاء الاصطناعي في برامج الصوت والتعليق الصوتي، لأنك مش شرط تسجل بصوتك. تقدر تستخدم أدوات زي 11 Labs ميرف AI وتطبيق بلاي HT. التطبيقات دي بتستخدم في تعليق صوتي احترافي، وتقدر تعمل فيديوهات بدون تصوير وكمان بودكاست وفيديوهات تعليمية. تاسع مجال وهو اتخاذ القرارات. عندك أدوات هتساعدك في التفكير زي شات جي بي تي وكلاود اي اي، هتستخدمها في تحليل المشاكل واقتراح الحلول ومقارنة الاختيارات والتخطيط للمستقبل. عاشر مجال وهو تطوير الذات. تقدر تستخدم أدوات زي الشات جي بي تي وتطبيق ريبليكا وتطبيق مايند سيرا.
التطبيقات دي بتستخدم في تحديد الأهداف وبناء العادات وتطوير التفكير وتحسين الحياة اليومية. لازم تبقى عارف كويس قوي إن الذكاء الاصطناعي مش خطر، الخطر الحقيقي إنك ما تستخدمهوش، لأن العالم بيتغير والفرص كمان بتكبر، واللي هيكسب هو اللي هيفهم اللعبة بدري. ابدأ بأداة واحدة وتجربة واحدة، خطوة صغيرة، وسيبك من الخوف. الذكاء الاصطناعي مش جاي عشان يلغي الإنسان، هو جاي يدعم الإنسان الذكي.